اتفضل احمد. تحياتي لك مهند ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي البين سبورتس. إذا الأهلي يقتنص فوزا من الترجي ويتأهل إلى الدور النهائي من دوري الأبطال الإفريقي. ومعي للتعرف على ردود الأفعال كابتن مروان عطية لاعب فريق الأهلي. أهلا بك معنا حبيبي. أهلا وسهلا حبيبي مروان. ما شاء الله عليك، يعني الأداء أداء نجومي، روح قتالية في الملعب، يعني محافظ ما شاء الله على مستواك يعني. حبيبي ربنا يخليك. والله الواحد بكل ده بمساعدة زمايله يعني الحمد لله، وبالتمرين والتمرين وبتأدي التعليمات اللي مطلوبة منك وبتجتهد، والحمد لله يعني الواحد ربنا بيكرمه يعني. أثبت وجودك وأصبحت عنصرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه. الحمد لله طبعا. مفيش، او كمان عندنا في الاهلي مفيش اساسي واحتياطي، كلنا بنخدم على بعض، كلنا فرقه واحده، مفيش لعيب بيكسب فرقه لوحده، ومفيش لعيب مثلا بيخسر فرقه لوحده يعني، لا كل لعيب ليه في مركزه ليه دور، وكل الفرقه كلها على بعض لازم تكون على قلب رجل واحد. والحمد لله يعني ربنا كرمنا وحافظنا على النتيجه اللي كانت في الترجي، وقدرنا النهارده نلعب على قد ماتشنا، عشان احنا عندنا ماتشات كتير، عندنا ماتش في الدوري كمان 3 ايام، والحمد لله قدرنا نصعد يعني. مروان، هل كنت تتوقع اداء الترجي بهذا الشكل يعني؟ الترجي يعني لم يكن على قدر الندية في الأداء مع الأهلي، ورغم أن كل التوقعات كانت تقول بأن الترجي سيدخل المواجهة وسيخوض المواجهة بكل قوة، جريح من هزيمة بثلاثية. هل هذا أعطاكم ثقة وبالتالي كانت لديكم اليد الطولة خلال المواجهة؟ أكيد طبعا، ده مش فريق الترجي اللي احنا عارفينه، فريق الترجي أقوى من كده وأحسن من كده بكتير، والحمد لله احنا بننزل كل ماتش، بناخد كل ماتش بماتشه، بنركز قبلها باسبوع، بنرتب للماتش، بنحضر للماتش، بننفذ التعليمات بتاعت المدرب، كلنا بنبقى على قلب رجل واحد، والحمد لله سواء الترجي او اي فرقه بنيجي نلعبها بنعمل لها احترام، والاحترام ده شيء مهم في الملعب، والحمد لله ربنا بيكرمنا وبيكافئنا في الملعب الحمد لله يعني. بيني وبينك كده، تتوقع تقابل مين في النهائي؟ والله دي بتاعت ربنا، دي بتاعت ربنا. انا عارف انها بتاعت ربنا، ما حدش عارف. احنا ان شاء الله نشوف مين اللي هيصعد باذن الله، وهنركز برضو ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله. كل الامنيات بالتوفيق يا مروان. ربنا يخليك. الله يسلمك. اذا كان هذا اللقاء